عدسة جريدة المساء العربي من داخل مركز الإبداع بنادي سموحة، ونهاية الحفل الدورة التدريبية الأولى لهذا العام. هنتكلم مع الفنان القدير عثمان محمد علي ويعرفنا على الحفل النهارده ايه. أستاذنا الفنان عثمان محمد علي، دايما متألق. الله يخليك، أشكرك. وكل سنة وأنت طيب. أنت طيب يا حبيبي. عايزين نعرف المشاهد النهارده نهاية الحفلة دي ايه النهارده؟ النهارده الحقيقة زي ما قلت في أول الحفلة دي بثلاث مناسبات. مناسبة أولا شهر رجب، كل سنة وانتم طيبين. ثانيا يوم المرأة العالمي. ثالثا عيد الشهيد أو يوم الشهيد اللي هو 9 مارس 1969. وهذا كله من خلال الحفل المقام لختام الدورة التدريبية الأولى لهذا العام لمركز الإبداع للمسرح والموسيقى، اللي بدأوا أو اللي أنشأوا المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي يشجعه دائما. وقد كان التدريب المستمر للأستاذ إسلام الجندي هو اللي بيدرب هذا الفريق. وانضم لنا هذا العام أستاذ عظيم في الموسيقى وفي الغناء، الأستاذ الدكتور محمد حسني، أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية. ودي إضافة جديدة أضافها الباشمهندس فرج لهذا المركز حتى يكون على مستوى أفضل في الموسيقى والغناء. ولا ننسى مجهود الأستاذ إسلام الجندي طبعا طوال السنوات اللي فاتت. وإن شاء الله هيكون في لقاءات أخرى وهيكون في دورات تدريبية أخرى بعد شهرين دايما. ونستعد الآن لحفل جديد في بمناسبة عيد الأم في 23 مارس. هو في 21 بس احنا هنعمل حفلتنا في 23 مارس إن شاء الله. والأيام القادمة ستشهد تطورات جديدة في هذا الفريق، بحيث ان احنا يكون هذا الفريق يعني يصنع المواهب ويصقل المواهب ويدور يبحث عن هذه المواهب بين أبناء النادي، لأن كل الفريق من أبناء النادي، مفيش حد خارج أبناء النادي، كلنا من ولادنا وإحنا بنرعاهم وحريصين على إن إحنا نخليهم يصقلوا موهبتهم في الموسيقى والغناء. وإن شاء الله هيكون لهم مستقبل واعد ومستقبل كبير بإذن الله. حتى الصغيرة دي ملك اللي بتغني للبغبغانات كلها، دي رئيسة البغبغانات بتاعت مصر. دايما بنتمتع بأعمال حضرتك تعرفنا على فريق العمل دكتور إسلام والدكتور الأستاذ إسلام، الفنان إسلام الجندي. أيوة. مدرب الفريق اللي يعني طفح الكوتة معاهم، لأن هم متعبين جدا، بس في النهاية قدموا عمل عظيم وأنا بشكرهم عليه وبشكر إسلام والله. طب الأستاذ إسلام عرفنا بطبيعة عملك وإيه اللي بيتم من داخل النادي وموضوع التدريب وإزاي تستقبل. هل البنات دول كلهم والفريق العمل دهوت من داخل النادي ولا ممكن بتقدر حد تاني بتقدم للنادي؟ ممنوع. نشرح للمشاهد. حد يدخل من خارج النادي. لا هم كلهم أعضاء في النادي وكلهم أولاد النادي، والحقيقة هم بقالهم معانا فترة كبيرة جدا وما شاء الله مميزين جدا وعلى طول تطوروا معانا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا. هم ما شاء الله أنا بتشرف بيهم حقيقة وسعيد إن هم ولادي اللي أنا بجد 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 أنا فخور بيهم. وطبعا بشكر الاستاذ عثمان دايما على دعمه لينا وباشمهندس محمد فرج عامر طبعا الحقيقه. لكني انا بقول حاجه، ان الاصل الولاد دول هم اللي تعبوا، هم اللي عملوا كل حاجه ومجهودهم وتعبهم الحقيقه. المراحل العمريه للبنات والفريق كله ايه؟ بص يا فندم، هو تتراوح. احنا عندنا اصغر عضو للفنانه الجديده دي استاذه ملك، انا مش عارف هي كام سنه، حوالي 6 سنين او 7 سنين. 7 سنين مظبوط.
واكبر حد حوالي 28 29 سنه. يعني في تراوح في الاعمار الحمد لله كويس في جدا. اطول حد برضه؟ وفي احمد واقصر حد ايه؟ الاثنين كانوا ورا بعض في القران. الاعمال دي بتاخد وقت من حضرتك قد ايه؟ لا بتاخد وقت كتير جدا. احنا بنعمل في الحفله حوالي، عشان تطلع الحفله للنور بتاخد لها حوالي تدريب حوالي شهر او شهر ونص. لا يقل عن ذلك ابدا. في مراعاة يعني للطلبة واللي بيذاكروا؟ مراعي بس اوقاتهم للاسف كمان. بتبقى في احيانا بتبقى في ظروف امتحانات، بس بصراحه هم ناس كلهم بنسميهم محاربين. بينزلوا محبين فعلا. بينزلوا في عز السقعه وفي عز الامتحانات وبيجوا والبروفات بتبقى في نفس القاعة في نفس المسرح؟ في المسرح. في المسرح. نتعرف بالدكتور. دكتور محمد حسني، أستاذ الغناء بأوبرا الإسكندرية ومكتبة اسكندرية، وسعيد بانضمامي مع الأولاد هنا في الكورال مع أستاذ عثمان وإسلام والولاد الجمال. حضرتك بالك قد إيه منضم للفريق هنا؟ أنا بقالي شهر تقريبا، وسعيد جدا بأن في فرقة فيها نواة جيدة جدا وفيها مواهب جميلة وإن شاء الله يطلع منهم حاجات أحسن من طب بنعرف المشاهد اللي هو أساسا يعني ما يعرفش دور حضرتك إيه؟ عرف المشاهد ايه دور حضرتك ايه بالظبط للفريق؟ يعني انا مشرف على الفرقه وبدربهم فوكاليز او تمرينات لنماء الصوت. هم معظمهم هواة في الحقيقه، واحنا بنحاول ندخلهم في مود الاحتراف، يعني زي ما بنعمل في الاوبرا عندنا او في المكتبه بنمررهم بنفس الظروف بتاعتنا. حضرتك مسؤول عن اي عمل تاني بره خارج النادي هنا؟ أنا مسؤول عن كورال أوبرا اسكندرية الفرقة الصغيرة والفرقة الكبيرة، ومسؤول عن الفريق الغناء الشرقي مكتبة اسكندرية، وفرقة كلية التربية النوعية. بالتوفيق إن شاء الله وربنا يوفقكم. تحب تقول لنا حاجة يا دكتور عثمان؟ أحب أشكرك على هذا اللقاء. ربنا يخليك. أشكر ولادي وأشكر الأستاذ إسلام وأشكر الدكتور محمد حسني، وبتمنى لهم جميعا أطيب وأحسن الأوقات، وإن شاء الله يكونوا أحسن في المرات الجاية، ونكون أكبر في الفريق يزداد وينضم لنا أصوات جديدة، بحيث إن احنا نبقى الفريدين بين النوادي كلها. أنا لا أعتقد إن في نادي في اسكندرية ولا في القاهرة عنده هذه المواهب اللي موجودة في نادي اسكندرية. هو أي مكان بنفسك وبوجودك دايما بيطلع جميل. أشكرك يا حبيبي. الفريق العمل تحبوا تقولوا حاجة؟ الفنانين. نشكر كلنا مستر اسلام ودكتور محمد حسني واستاذ عثمان طبعا. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. فريق الناس سموحة. 1 2 3